ما في ولد بيخط لبس صاحبه. بيتك لابسه اندروير وهم بيقولوا عريان. دي عورات بتاعت ناس ما نقدر نذكرها. اليومات دي المنصه السودانيه كلها بقت وسخانه. معقوله كبس ليه كبس ليه كبس. هذا بس عدم وليان. هم فاتوا كلمه دقلع فيها عريان دي ذاته فاتوها. موضوع حلقتنا لليوم عن منصة التيك توك. يعني ظهرت حاجات وعادات ما بتشبهنا كسودانيين. أي اثنين عندهم مشكلة مع بعض بيطلعوا لايفات في التيك توك ويحلوا مشاكلهم في التيك توك قدام الناس، وقت طابيك الزلط ونسمع في ألفاظ لا بتشبهنا نحن كسودانيين ولا مسلمين. رأيك شنو أنت في الكلام؟ والله يا كلام غلط، كونه مشكله هو بس العيب انه مشكله يقول لك مثلا بدت قدام الناس تنتهي قدام الناس، لا ما بيكفي مثلا يتصل لك عشان تنتهي بينه وبينك، لكن ما ورى الناس كلها انه انا مثلا يعني انا انتهكتك نبستك اسيتك كده ما بيرتاح. اليومات دي المنصه السودانيه كلها بقت وسخانه كلها. صح بقت وسخانه. التيك توك ده بيشاهدوه أجناس ثانية. بيشاهدوا كل الدول. صورة سيئة عننا كسودانيين. صح كلامك. والواحد يعني اغلبيه الشباب خلوا شغلهم وخلوا تفاصيلهم، الواحد ينوم النهار كله يصحى بالليل يفتح له لايف معتمد على الداعمين. صح. رسل لي ورسل لي اسد ورسل لي ورده يعني واضغط على الشاشه. شاهده بطريقه راقيه. هي ما الا شحده، لا مثلا عاين مثلا انا داير اعلي سعرينتي وانت داير تعلي سعرينتك، فانا بقوم برسل لك وانت او شنو وانت تشير لي انا اقوم ارسل لك كده بنعلي سعرينات بعض. طيب رساله للداعمين. رساله الداعمين ما تنفق قروشك في ناس ساي، زول ما بقيف معاك ما تنفق فيه. بعدين اغلبيه الداعمين بيرسلوا للطرح. هو بس اسئله ما دي الشباب ويقفوا الداعمين منهم بيقوا الطرح بس، غير الطرح ما عندهم شيء. طيب في ظاهره برضه ظهرت، الجنس الثالث بقى كثير في منصه التيك توك. انت ناس علموا لي انت ولد ولا خير؟ انا بجاوبك. انت ولد ولا شو الكلمه الثانيه دي؟ انا كلجه. تيك توك وبيسمعونا الفاظ الواحد يخجل انه ذاته يسمعها. والله انا لو ما اعرف الناس دي بيطلعوا قدام الكاميرا دي كيف يتكلموا. رايك شنو في البيت الاصحاب كتار او علاقات كتار؟ ما في، شوف سبحان الله ما في بيت بيقول لك دي انا عندي صاحب، هي بتكون خاطه صاحب لكن هو ما بيكون خاطيه صاحبه. خاطيه شنو؟ ما بيكون خاطيه صاحبه، ما في بيكون خاطيه حاجه ثانيه. يعني هاي مثلا داير يعمل معك حاجه ما في محل بتاع، ما في زول بيقول لك دي صاحبتي، ما في ولد بيخط لبس صاحبه. هاي ما في، يعني الموضوع غلط. هاي ما في اصلا ولد بيقول لك دي صاحبتي، ما في ذاته بدي يعرف ما من عرفنا وقمنا ما عندنا بدي عندها صاحبه نهائي، عندها صاحب. صاحب ده ما في. طيب بس حاليا يعني اغلبيه البنات يعني هنا في مصر نتكلم الا من رحم الله بيقوا يعني من طريقه لبس، من طريقه طلعات، من طريقه حاجات ما بتشبهنا، حاجات عيب. انت يعني تعتقد السبب شنو؟ والله ده بس عدم وليان. زول ما عندها اهلها بكونوا في السودان وهي بتكون هنا عشان اهلهم ما شايفينها، تقول لها اعمل اللي انا عايزه بكره البلد السودان برجع وبرجع زول بيعرفني ما في. نخش في الدين شويه جدا. كم عدد صور القرآن؟ كم عدد صور القرآن؟ والله ما اعرف كم عدد عشان ما انا اخمن لك من راسي. ما اعرف الدين ده انا ولا بلعب بيه عشان ما اخمن من راسي ساي. عندنا ظاهرة جديدة في منصة التيك توك ما بتشبهنا كسودانيين. الناس بقت تطلع لايفات ويعني اي اثنين عندهم مشكلة مع بعض بيطلعوا لايفات ويقول لك التعبيك الزلط والفاظ وحاجات ما بتشبهنا. رايك انت في الكلام ده؟ والله يا اخي الكلام ده طبعا غلط شديد. احنا ذاته في ظروف يعني ما مفروض ان احنا ذاته نحن نخش ونرضي بعض الكلام ده غلط. هنا في حرب، المفروض هنا لما جينا نقف كلنا مع بعض ما نبقى في بعض وزول يضاد الزول، بالعكس يعني ممكن يستفيدوا من الحاجه دي الناس عليها باب رزق. ايوه باب رزق، تدعم جيشها، تعمل اي حاجه، خصوصا انه المنصة دي بيشوفوها ناس يعني غير السودانيين. ايوه يعني بيعكسوا صورة سيئة عن الشعب السوداني. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. امور كويس الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كويس. صحتك تمام؟ باهي. انت باهي؟ انا باهي. ايه انت منين انت؟ طيب
رايك شنو في الناس اللي بقت عايشه على الداعمين؟ اغلبيه الشباب بيقوا عايشين على الداعمين. الواحد بيكون نايم في سريره فاتح لايف، كبس كبس كبس، نايم النهار كله، يصحى بالليل يفتح له لايف، كبس كبس، ورسل لي اسد ورسل لي ورده ورسل لي بتاع. والله طبعا الكلام ده غلط غلط. الناس دي لو ما وقفت اول شيء لازم تشتغل، تدعم ناس اهلك. ما ممكن انت لحد يومنا هذا الواحد بيكون ما شاء الله قدر شنو يلقى لسه ابوه بيصرف عليه والكلام الكلام ده ذاته غلط والله. الناس المفروض تشتغل تعمل. التيك توك اللي هم شغالينه ده ممكن يستفيدوا منه، التيك توك ده في منه دعايات، في منه الناس تستفيد، ممكن تنشر حاجه كويسه عن بلدك. دايرين رساله للداعمين اللي بيرسلوا في الهدايا وفي القروش، يعني لناس ما بيحتاجوا لها. لا يا اخي الكلام ده ذاته غلط. المشكله بقت الظاهره ده اكثر حاجه بيني وبينك بنات. هاي ليه بيرسلوا البنات بالتحديد؟ بنات والله يجي زول كيلو في بيت هرسل اسد ويرسل لي هناي، والناس بقت بالمنظر، منظرك جميل بدوك اكبر حاجه زي ما بيقولوا. لو جيت داخل مكان ولقيت فيه مكتوب ممنوع دخول الحمير، حتدخل ولا لا؟ ممنوع دخول الحمير؟ طبعا ما حدخل. ليه؟ كيف ادخل؟ اغلبيه الشباب واغلبيه الشابات خلوا شغلهم وخلوا تفاصيلهم كلها بيبقوا مركزين على ينوم المنصه النهار كله. نعم. بالليل يفتح له لايف. صح. معتمد على الداعمين في حياته، ورسل لي اسد ورسل لي ورده وبتاع. صح فعلا. رايك شنو انت؟ والله يا اخي انا ما اعرف، لكن يعني انا كرساله كده للشباب ورساله يعني شابات وشباب عموما، والله يا اخواننا يعني احنا سودانيين المفروض نركز اول حاجه على وجهتنا بتاعت موضوعنا بتاع الحريب ومشاكلنا الخاصه، تمام؟ والناس يعني تحاول تهدي الموضوع شويه، لانه الفكره دي فكره يعني بجد يعني الناس بس اتجهت من موضوع الحرب ومشاكلنا الخاصه، اتجهوا للمنصه دي كويس، فالفكره دي بجد سيئه شديد. بيعملوا فيها حاجات ذاته بس استغفر الله العظيم. بالضبط كده تمام. فالناس تحاول تستغفر وترجع لربنا، تمام، وتشوف مشاكلنا وتشوف رايك شنو عن القروش اللي بتجي بارده دي مثلا على الدعم؟ يعني الناس دي تكون نايمه زي ما قلت، بس بتصحى على منصه التيك توك يا اخواننا اللايف ويسووا عملت شنو الليله معقوله كبس ليه كبس ليه كبس ليه، انا قلت اكبس لمتين يا اخواننا، حياتنا تقول انا قضيتها كابس. في ظاهره ظهرت جديده او انتشرت، الجنس الثالث بقى في التيك توك لايفات كثيره. يعني نوتيلا يعني طعم الشوكولاته الحلوه اللي ما بتتحلى، طعم الشوكولاته الحلوه اللي ما بتتحلى، النصيحه على اولادها مع البلد. والجنس لا الثالث حول ده الله. انتشر. طبعا ما داري نذكر اسامي الناس، تمام، دي عورات بتاعت ناس ما داري نذكر يعني الاسامي بتاعت الشخصيات، تمام، عموما بالضبط كده. فما لو خصصنا حنخصص كثير، تمام. ف ديل كمان الجنس الثالث ديل صعبين. بقينا نشوف جزء كبير من بناتنا بيعملوا في حاجات ما بتشبهنا، من ناحيه لبس، من ناحيه مرقه، من ناحيه تفاصيل كثيره انا ما بقدر اقولها وانت بتكون عارفها كشاب. طيب يا مونت يا اخوي، صلى على الرسول. الف على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله يا يعني المشاهدين والمتابعين والناس اللي بيحضروا، تمام يا اخواننا، في حاجه احنا عموما في الظاهر يعني احنا جايين على اساس انه الناس لمأوى، تمام، يعني الناس جايه لحته امان وتفاصيل جميله كويس. والله العظيم والله العظيم والله العظيم سلاسه، تمام. انا شاب وعايش الحياه وشايف ايوه التفاصيل تمام. يعني الناس اللي بيمشوا الحفلات والمزيكا والجوطه والديجيهات يعني قصص الحاصله دي، تمام، اخوان الناس تتهدي بصراحه كده. يعني انت مارقه، تمام، ماشيه حفله، ماشيه دي جي، ما مشكله، انت لبست عورتك ربنا يهديك ان شاء الله، لكن حاول نسترك قدام الناس عموما، يعني الناس اللي بيشوفوك نحن جايين ضيوف عند الناس دي، تمام، ونشكر جدا. بيقول لك البلد ما بلدك امشي فيها ميطي. لكن ممكن يعني احنا يقول لك البلد اللي ما بلدك ابقى فيها سفير. صح، كلامك صح، كلمه اجابه صحيحه جدا جدا. صح، فلازم نقول ربنا يهدي الناس. بالضبط كده. فيعني انت مثلا طالع من بيتك لابسه اندروير ولا يعني لابسه مهم حاجه قصيره، بحاول البس عبايه يعني بس عموما كده يعني حاجه ما خفت من الله خاف من الناس. عرفتها؟ والناس بيشوفوك بنظره ما كويسه. خش حفلتك
ارقص رقيصك وانت طالع على بس حبايتك، احترمي نفسك، احترمي الناس، احترمي الحاجه المنطقه اللي انت فيها يعني، او البلد اللي انت فيها عموما يعني، عرفتي؟ الامور نرجع سالمين وتعلمين كده ديني وبتاع. ده لازم السؤال، تفضل. كم عدد صور القرآن؟ كم عدد سور القران؟ يعني جايب لك على مصلى يا اخي، الحمد لله بصلي يا اخي صلاه الصبح الجامع حاضر. كم عدد صور القرآن؟ ما عصرت علي؟ لا فيك. فيني السؤال ده؟ كم عدد سور القران؟ انا ادي خيارات ممكن 140 104 116. خلينا في 116 دي 116. طيب الراي كده في اللي قلت لك ده كلهم غلط يا اخي معقول؟ خلاص 130 استغفر الله. 114.